انبهرت 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 انبهرت. 10 صفقات. انبهرت في حاجة واحدة بس. ايه؟ الزمالك يفتتح الدوري المصري بالفوز على النادي الاهلي 2 او سيراميكا كيلوباترا 2 او النادي الاهلي 2 او نورماندي 2 ايهما اقرب. الزمالك بيفوز على سيراميكا كيلوباترا في افتتاح الدوري في مباراة صعبة جدا، ودايما البدايات مؤلمة مع نادي الزمالك. لا تنسوا الاشتراك مهم جدا في القناة وفعل زر الجرس مهم جدا جدا. وتعالوا نخش في الموضوع على طول. كمباراة لم انبهر، كمباراة كنت خايف نخسر، الخسارة كانت قريبة. صبحي وحسام عبد المجيد. يعني انا عارف ايه ده، ممكن تكون يعني بتنقط كده من العرق، من الخوف. صبحي وحسام عبد المجيد كانوا مهزوزين النهارده، ولكن عندنا حاجات كتير جدا جدا عايزين نتكلم عليها، فركز معايا وتعالوا نخش كده ايه في الكلام. الزمالك في ظل التعاقد مع 10 صفقات، الزمالك لم يبهرني، ما انبهرتش، ما مسكناش كوره، ما مدرسه الفن والهندسه ما فتحتش، ده الباب بس فتح كده وارب حاجه بسيطه. الزمالك عنده مشاكل، الزمالك من نفس المشاكل السنه اللي فاتت جايين بيها السنه دي، ولكن في الراجل بيجرب ومدرب لسه اول ماتش رسمي ليه امام سيراميكا كيلوباترا. كل دي حاجات تغفرها لمدرب 100%. ولكن التشكيل، شفت محمد شحاتة لما دونجا خرج عمل ايه؟ هو ده محمد شحاتة لما دونجا بيخرج. محمد شحاتة في وجود دونجا بحيث ان هو تايه. محمد شحاتة لما بيلعب هو لوحده في نص الملعب الستة بيبهر، بيمتع، بيكسر الدنيا. هو ده محمد شحاتة جولد بوي. والصلاة على النبي كده، بالصلاة على النبي، افضل هدف في الموسم. ويعني عايزين نطلع كده الجايزه بهدوء ان احنا عندنا اللاعب بتاعنا جاب افضل هدف في الموسم. عايزين بقى زيطه وتطبيل وايه بقى والصاجات وحاجات بقى زي اللي بتتعمل لامام عاشور دي. عايزين بقى ايه يعني نكسر الدنيا والناس كلها تتكلم والصفحات والشيرات. يعني محمد شحاته هو افضل لاعب في الزمالك مع كذا لاعب بالمناسبة، لان احنا دايما مين افضل لاعب هو ده، لا احنا عندنا النهارده 1 أو 2 أو 3. فالزمالك بدأ باخطاء في التشكيل كالعادة. اخطاء في التشكيل يا عم، ده انت جايب 10 صفقات. اخطاء في التشكيل. الزمالك ما ينفعش يلعب باثنين ديفندرات رقم 6. عبد الله السعيد ما ينفعش مهاجم تاني. ناصر ماهر ما ينفعش وينج رايت. هي دي اخطاء التشكيل. شيكو بنزا الناس وازاي ولا وده وحش، مقبول لان انت كنت بتلعب بيه هو بس لحد ما خرج. انت بتلعب بيه هو بس. ناصر ماهر مش وينج، بتلعب بيه هو بس. لاعب سريع بيرقص، بتتقطع، يجي منه في ظل ان انت وشيكو بنزا موجود. انت كنت وحش، فمستني منه يعمل ايه؟ اللعيبه بتعتمد عليه وبتبصيله، فانت مستني منه هو يعمل ايه في ظل ان سيراميكا واخده منك الاستحواذ 55-45. متخيل؟ هي دي اخطاء الزمالك. عبد الله السعيد لازم يلعب 8 او يلعب صانع العاب في وجود وينجين. لازم يكون في لاعب 8 موجود في ارض الملعب بيزيد هجوميا، ده مش موجود. عبد الله السعيد كان بيلعب مهاجم تاني. لو عبد الله السعيد موجود 8 وفي واحد هو اللي بيلعب مهاجم تاني عنده مقومات هجوميه، هنشوف كرة حلوه، هنشوف اهداف حلوه، هنشوف كل حاجه حلوه. ولكن الزمالك بدأ غلط. شيكو بنزا هو الوحيد اللي الشوط الاول اللي الزمالك بيحاول يعتمد عليه. ناصر ماهر سرحان تماما. عبد الله السعيد اعتقد التدخلات ويعني عبد الله السعيد مش عنده 25 سنه. التدخلات والحرت على الكوره ويلا ونزقه مش حتته خالص. ولكن المدرب بيجرب
المدرب بيجرب. ناصر منسي الاسطوره باشا عمل اللي عليه وزياده، عمل اللي عليه وزياده ناصر منسي، وحط تحت عليه وزياده دي كتير قوي. ولكن ناصر منسي هو اتخلق لينقذ الزمالك، ينقذ الزمالك، منقذي. ناصر منسي لازم المدرب يبقى عندنا 1 2 3 4، عندنا 4 مهاجمين تقريبا، 1 2 3 4، في واحد بيخرج، في 3 موجودين، ده بينزل اساسي وده بينزل بعده وده بينزل يعني خلاص المهاجم التاني. ده مهم جدا، ترتيب المهاجمين ده مهم جدا. ناصر منسي هو بتاعته لما بينزل الدقيقه 70 بتاعته كده. ولكن اعتقد ان ناصر منسي اختيار خاطئ منذ البدايه. الشوط الثاني خلاص بقى، يلا بقى، نزلنا ادم كايد ونزلنا معالي وخرجنا عبد الله وخرجنا شيكو بنزا، بدا شويه يبقى في اطراف موجوده. بنتايج عمل مباراه عمره. ازاي ده في الدوري المصري بيقول لك ان اللعيبه لسه يعني بتسترجع مستواها. بنتايج عمل مباراه كبيره جدا جدا وعظيمه جدا 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 جدا. بنتايج لو معاه وينج صاحي وينج شغال والفرقه بتضغط، يا لو ده احنا نكسر الدنيا. بنتايج واحد من افضل لعيبه الزمالك. بعد كده الزمالك نزل الجزيري ونزل سيف فاروق جعفر. اعتقد ان الجزيري لسه زي ما هو ضيع جون وبياخد الكوره ومعرفش ايه. سيف الجزيري زي الزفت وسيف جعفر زي الزفت، بيعمل حاجه غريبه جدا. رغم ان الهدف الاول هو اللي بصاها لمعالي ومعالي بصاها للجزيري والجزيري معرفش بصاها لمين ورا، وبعد كده راحت لادم كايد اللي عمل باصه حلوه عجبتني. الزمالك مش جاي بصفقات مرعبه، بس نتمنى لهم التوفيق وان احنا نكسر الدنيا باذن الله، ده مهم جدا. ولكن في حاجات بقى ايه بوخت عليا، نكدت عليا، قرفتني، عملت كل حاجه وبجد مفيش لاعب 8 ده ضايقني. دونجا كان كويس ومحمد شحاته ما كانش ظاهر. لما دونجا خرج محمد شحاته بقى هو اللي كويس. اعتقد ان احنا بعد ما الزمالك سجل الهدف مفيش اي كوره الزمالك لعبها. بعد الهدف سيراميكا ضاغط وفاتح وزائق وكل حاجه. لازم تستغل المرتدات، مفيش استغلال المرتدات وتصرفات زي الزفت. وكان ممكن سيراميكا يعاتبك، وكان ممكن سيراميكا ينكد عليك، وكان ممكن سيراميكا يسجل التعادل، وكان ممكن واحنا كسبانين. لازم يبقى شكلنا حلو واللعيبه واخده الثقه واللعيبه واخده نفسها. ده كله انا ما لقيتهوش. انا شفت حنكشه وتصرفات غريبه من سيف جعفر والجزيري، ابرز 2 انا عندي اعتراض على ادائهم 100%. ناصر ماهر هو صانع العاب، بس ناصر ماهر برضو ما ابهرنيش حتى الان في الزمالك. منذ مجيئه ما ابهرنيش. انا بتكلم كلام بصراحه شديده جدا 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 جدا. طيب اعتقد ان الونش عمل مباراه محترمه. محمد صبحي بيغلط ومهزوز شويه. حسام عبد المجيد مش في افضل مستوياته. بنتايج افضل لاعب في الزمالك اليوم رغم ان الجائزه راحت لناصر ماهر. عمر جابر ما كانش معاه حد قدام فعشان كده ما ظهرش قوي. دونجا عمل مباراه ما فيهاش حنكشه كتير لان ده عيب دونجا. محمد شحاته افضل هدف في الموسم، ولكل مجتهد نصيب. ومحمد شحاته من اللعيبه اللي عايزه تلعب كره وبس في حياتها. عبد الله السعيد ما لعبش في مكانه. ناصر ماهر هو مش وينج ولكن احرز هدف في توفيق من عند ربنا، والتوفيق دي حاجه مهمه جدا جدا في كره القدم. ناصر منسي ما كانش بيجي له كور، ما جالوش ولا كوره جوه منطقه الجزاء لان الزمالك قعد اوقات كتير جدا 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 ما شاطش كوره واحده عن جون. شيكو بنزا بدايه يعني مش عايزين نظلمه،
ادم كايد عمل اسيست لناصر ماهر، مش اسيست مرعب، مش عايزين نطلع السما عشان ما نقعش على جدور رقبتنا، ولكن ان شاء الله يجي منه. معالي لمس كام لمسه كده فيهم انبهار، نتمنى النجاح له. الدباغ ما نزلش، الوينج البرازيلي ما لعبش النهارده، احمد شريف مش موجود، عمرو ناصر مش موجود، لسه لعيبه كتير جدا جدا ما لعبتش، ولكن كبدايه انا راضي. مدرب الجديد واول ماتش والدنيا وكده، ولكن اعتقد ان الانبهار في هدف محمد شحاته. لو ما كانش هدف محمد شحاته جه انا كنت هبقى كسبان وانا متضايق، مش ده اللي انا متوقعه. بس هدف محمد شحاته حل اليوم للزملكاويه. هل محمد عوده هو حارس اساسي للزمالك ولا محمد صبحي؟ المدرب عايز مين؟ اعتقد المدرب مش هيلعب بشحاته ودونجا مع بعض تاني. حاجه مهمه جدا جدا، مشكله كبيره، بنلعب كرات طويله لان مفيش حد بيستلم 8، لان عبد الله بيلعب قدام، لازم عبد الله يكون جنب دونجا او شحاته عشان هو بيستلم هنا، ويبقى قدامه ناصر ماهر بيعرف يحضر الكوره كويس، ويبقى عندنا وينجين فاتحين، وده كله ما حصلش النهارده. هذا كل ما لدي في الفيديو. اشترك بقى في القناه وفعل الجرس ووجهه نظر في الكومنتات وكل حاجه، وشكرا، والفوز الاول للزمالك في الدوري. سلام.